ازاي ترفع الكريدت سكور بتاعك في كندا لو لسه جديد؟ الموضوع ده مهم جدا في كندا. الكريدت سكور مش رفاهية، ده حاجة أساسية. من غيره هتلاقي صعوبات كبيرة جدا في أبسط الحاجات، زي إنك تأجر بيت في بعض الأماكن أو تشتري عربية أو حتى تاخد قرض عشان تجيب بيت. طيب ازاي تبني الكريدت سكور بتاعك بسرعة؟ خليني أقولك على كام خطوة تعملهم هتسرع لك الموضوع. الخطوة الأولى، أول حاجة لازم يكون عندك بطاقة ائتمانية. لو البنك رفض يديك بطاقة عادية عشان لسه جاي جديد، اطلب منهم سكيورتي كريدت كارد. دي بطاقة بتحط فيها مبلغ من فلوسك، مثلا $500، والمبلغ ده بيكون هو الحد الأقصى اللي تقدر تصرفه. استعملها عادي جدا زي أي بطاقة تانية. الخطوة التانية، استخدم البطاقة في الحاجات اليومية البسيطة زي السوبر ماركت أو البنزين. والأهم، ادفع كل المبلغ كامل قبل ميعاد الاستحقاق بتاعه. ده بيثبت إنك شخص مسؤول وموثوق. الخطوة التالتة، ودي نقطة مهمة جدا، خلي استخدامك للبطاقة أقل من 30% من الحد المسموح. يعني لو الحد بتاعك $1000، حاول ما تعديش $300 في الشهر. ده بيوريهم إنك بتعرف تدير فلوسك صح. الخطوة الرابعة، أي فاتورة تيجي باسمك لازم تدفعها في ميعادها، زي فواتير الموبايل، الإنترنت أو الكهرباء. أي تأخير في دفعهم بيأثر سلبي على الكريدت سكور بتاعك. الخطوة الخامسة، استمر على السيستم ده من 6 شهور لسنة. هتشوف بنفسك الكريدت سكور بتاعك بيعلى ازاي، والحياة هتكون أسهل بكتير. تقدر تأجر بيوت بسهولة من غير مشكلة خالص، وتاخد قرض العربية بفوائد أقل، وبعد فترة تقدر تقدم على مورجج للبيت. لو عاوزين أعمل فيديو عن الأخطاء اللي بتخلي الكريدت سكور بتاعك ينهار بسرعة، قولولي في التعليقات تحت، وشاركوا الفيديو ده مع أي حد ناوي يجي كندا أو لسه جاي جديد. وأشوفكم الفيديو الجاي في كندا بعيون واقعية.